ازيكم عاملين ايه؟ النهارده اليوم ال11 للفراخ. زي ما انتم شايفين معايا ما شاء الله الحجم بتاعهم مناسب لليوم اللي هم فيه. ما شاء الله الدورة ماشية معايا كويس. النهارده اليوم ال11 فلازم بزود المكان، يعني بوسع المكان لهم علشان الحرارة. احنا زي ما قلت احنا في شهر 5 والحرارة بالنهار بتبقى عالية. انا بطفي النور الاحمر ده بالنهار وبشغل النور الابيض بالنهار، والعكس بالليل بطفي النور الابيض بالليل وبفتح النور الاحمر بالليل. تمام. وزي ما انتم شايفين معانا احنا وسعنا النهارده المكان لهم علشان يقدروا يتحركوا في قلب المكان اللي عندي. وانا قلت بردك لازم انا ابقى عارفه انا جايبه كام كتكوت على المكان اللي عندي والمناسب ليا، ما ازودش. وفي درجه الحراره ديت ممكن ازود في الشتاء، اما في الحر اللي احنا فيه دوت لا ما ازودش، بالعكس اقلل عشان يقدروا يتحركوا وما يبقاش على بعض ويتكتلوا على بعض ويبقى عندهم احتباس حراري ولا قدر الله يموتوا مني. وزي ما انتم شايفين ما شاء الله هم بيتحركوا في المكان ازاي وبيلعبوا في المكان ازاي. النهارده زي ما قلت اليوم ال11 هحط النهارده كوكسيديا. الكوكسيديا ديت بتمنع عنهم حاجات كتير زي الجهاز التنفسي وزي الاسهالات بجميع انواعها كلها. الميه اللي تحت الجسم الكلام ده كله ده كيس كوكسيديا. قبل التحويل بنحطه. انا هصور لكم برضه كيس الكوكسيديا النوع اللي انا استعملته وهقعد كام يوم وقد ايه هحطه على السقايه. كل حاجه هتشوفوها معايا في الفيديو دلوقتي. انا دلوقتي حطيت معلقتين ممسوحين، ادي اول معلقه حطيتها ودي تاني معلقه هحطها. دي معلقه ممسوحه بحطها على السقايه دي 4. طيب انا عندي سقايه رتل واحد هحط نص معلقه ممسوحه. طب انا عندي رتلين هحط معلقه كامله ممسوحه. دي 4 لتر بحط فيها معلقتين ممسوحين زي ما انتوا شايفين. دلوقتي انا حطيت الميه على الدواء وقلبته على السقايه ال4 لتر، والدواء دوت هيقعد لمده يومين واوقف، ومش هكنس لمده 4 ايام لغايه ما معدتهم تنضف خالص من الدواء واي ميكروب فيه ينزل، علشان ايه الكنسه تبقى جديده بقى، تبقى هما معدتهم نضفت. والسلام عليكم ورحمه الله، ونتقابل في فيديو جديد.